والله العظيم ده انت جبل، ده انت جبل، والله العظيم انت جبل. اخيرا يا كابتن ابراهيم، اخيرا يا كابتن ابراهيم ظهرت بانتمائك الحقيقي. من شويه ابراهيم فايق نزل فيديو على صفحته الرسميه، المهم بيصور كابتن فايز يقول له يا كابتن فايز اخيرا ظهرت على حقيقتك وظهرت بانتمائك الحقيقي. راح جه بقى سيد عبد الحفيظ، راح منولها له في وشه. قال له ايه بقى سيد عبد الحفيظ؟ قال له فايز برضو اللي ظهر على حقيقته. هو يعني يا كابتن ابراهيم يعني هو برضو فايز اللي ظهر على حقيقته؟ ده انت اللي ظهرت على حقيقتك، ده انت اللي ظهرت على حقيقتك انك شخص اهلاوي مش شخص محايد بتدعي الحياد بقالك بتاع 10 سنين على شاشة التلفزيون. ايه بتقول ايه؟ تركي الشيخ هو اللي امرهم يلبسوا تيشيرت الاهلي؟ عادي ما فيهاش اي حاجه. ايه يعني تركي الشيخ امرهم ما امرش؟ يعني هو ملوش راي؟ يعني هو ما لبسوش بمزاجه؟ اكيد لبسوا بمزاجه. اكيد يعني تركي الشيخ ما اجبروش ان هو يلبس تيشيرت الاهلي. ما اصل اكيد كابتن ابراهيم فايق ليه راي يعني، صح؟ اكيد. ويقول لك اصل الزمالك ما بيواجهش دوله. ده احنا بنواجه اقسم بالله مش دوله بس جوه مصر، ده احنا بنواجه جوه مصر وبره مصر. وسلم لي على الاعلام اللي بيدعي الحياد. الاعلام المفروض ان هو بيدي حق الزمالك زي ما بيدي حق الاهلي، صح؟ انا اقتنعت، انا كواحد زملكاوي اقتنعت ان ده الاعلام المحايد. ما بالك بقى الاعلام الموجه؟ يعني ده لو اعلام موجه هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل ازاي؟ بس قول لي، ما تجيليش بس تقول لي يا عم ده اصل الاهلي بيمثل مصر فطبيعي ان هم يعملوا كده. لا لا لا، مفيش الكلام ده. ده منتخب مصر ذات نفسه لما بيروح يمثلنا بره ما بنعملش كده. يعني منتخب مصر ذات نفسه لما بيروح يلعب بره ما بنعملش كده في الاعلام. عايز تفهمني بقى ان الاهلي هيمثل مصر اكتر من منتخب مصر؟ ما تقنعنيش.